بصي يا دو، الرقي في أكل فواكه البحر بيبدأ من فن التقشير. مش لازم نبهدل ايدينا، احنا برنسيسات السوشيال ميديا. اتيكيت ايه يا هايا؟ دي برغوثة مش جمبرياية. وبعدين ايه اللي في ايدك ده؟ سمك يتاكل بشوكة وسكينة؟ ده السمك يعني تشمير ومعركة بالأسلحة البيضاء. يا حبيبتي وطي صوتك، الناس بتبص لنا. بلاش كلمة سمك دي، قولي بحريات. بلاش نحسس الناس اننا في سوق الجمعة. يا أستاذ، يا باشمهندس، النبي هات لنا طبق سلطة طحينة كبير ورغيفين عيش ملدن، عشان أختك هنا بتمثل فيلم رومانسي والجمبري هيبرد. عايز سخن؟ يا دوب عايز سخن ايه؟ احنا في مطعم كبير، اطلبي توست على الأقل. معلش يا فندم، هي توست فتحت الشهية. فتحات ايه؟ انا قربت اكل الوردة البلاستيك اللي في نص الترابيزة من الجوع. شوفي يا هيا الجمبرية بتاعتك انتحرت ووقعت من الشوكة في كوباية المية. يا خبر، البرستيج غرق يا دوب. طب اطلعها ازاي دلوقتي؟ المتابعين هيقولوا ايه؟ ولا يهمك، سيبي الطلعات دي ليا. ادي الجمبرية رجعت للحياة. كلي بقى وبطلي تناكة، عشان انا هقوم اطلب صينية سمك مكاريلي بالزيت والليمون، والناس اللي بتبصي دي تاكل معانا لو عايزة. طيب خلاص، بوظت اللحظة، بس الحقيقة ان انا كمان جعت. هاتي حتة من العيش السخن ده قبل ما الرئة يغمى عليها. طبعا كان نفسي اوريكم ازاي ناكل السمك بالشوكة والسكينة، بس دو اقنعتني ان السمك بالعيش والطحينة هو اللي بيعدل الدماغ. لو عايزين تشوفوا دو وهي بتعلمني ازاي نظبط الفسيخ في العيد، اشتركوا في القناة ووصلونا ل2000 مشترك عشان العزومة الجاية تكون وليمة بجد. وكل سنة وانتم طيبين.